أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محبي قناة شيوات فاتحة، أتمنى إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي ندير معكم واحد الكيكة خفيفة وسهلة ورمشت عين توجد. كما راكم تشوفوا بالكريمة كتجي غزالة ما شاء الله. تبعوني ونمشيو لطريقة العمل بحول الله. كاين 3 ديال البيضات، كاس قل ربع ديال السكر، كاس قل ربع ديال الزيت، دائما كاس العنبه، واحد ازل تنسيم، وكاينه 10 غرام ديال الخماره كيماويه، طريقه ديال الملحه، وواحد الحك ديال الكراميل، وطبعا كاين 200 غرام ديال الدقيق. وهذا هو المول فاش غادي ندير ان شاء الله. فواحد الاناء غادي نهرسو البيض. طبعا البيض يكون على حراره المطبخ دائما. البيض انا هنايا عندي متوسط، درت غير 3 حيت عندي المول ماشي كبير. نديرو طريقه ديال الملحه، نديرو ازال التنسيم، ونزيدو السكر. طبعا نحركوه مزيان بلا ما نستعملوا الضرب الكهربائي، غير باليد. من بعد ما حركناهم غادي نزيدو الزيت، ونزيدو الحك ديال الكراميل، او تقدروا ديروا غير صوص كراميل، تزيدوا واحد 2 معالق يكونوا كبار او 3، وتنقصوا من السكر. او اللي بغى يدير يعني ينسم شي حاجه اخرى يقدر ينسم، يدير مثلا القهوه نيسكافي، يعني كل واحد عنده الاختيار. هنايا غادي ندير غير 10 غرام ديال الخماره، حيت عندي غير 200 غرام ديال الدقيق، يعني كافيه انها يعني تطلع. ومن بعد ما نغربلوه نزيدو شويه بشويه. طبعا اول مره ندير بحال هذه الكيكه هذه، يعني ما عارفاش شحال غادي يدخل فيها، ولكن وجدت انا 200 غرام. ونحركو ونشوفوا الى خاصنا عندنا ميزاننا. انا يعني 200 غرام راها كاينه. طبعا نخلطوا ونشوفوا. كاين يعني الدقيق اللي يشرب، وكاين يعني راكو يعني من تعرفوا الدقيق راه كي تطلعوا الفوي تعرفوها واش خاصها ولا ما خاصهاش، خصوصا في داك نص كاس الاخير. كما شفتوا درت الكميه كامله، جاتني هذيك هي. ومن بعد غادي ناخذ المول. كما شفتوا المول فيه دوك التموجات، خصنا ندهنوه مزيان كاع ديك الزبده ندخلوها فيه مزيان باش ما يلصقناش. هذا هو يعني السر ديال هاد ليمول. دائما خصكم تكونوا يعني حذرين وما يديروا زواقه زوينه، ولكن خصكم دائما تديروا تدخلوا مع هذيك الزبده باش يعني ما يلصق لكم لا حتى شي حاجه. وندهنوا طبعا رشوا بالدقيق او بالكوك، كل واحد على حسب اللي بغى. ومن بعد نكبوا الخليط نتاعنا، دائما نهزوا هذاك الاناء الفوق ونهبطوا في العجين. طبعا الفران راني سخنته على 180 درجه. طبعا دائما واخا هكا تشوفوا هذا ثقيل ندوبلو الصني باش تجينا الكيكه زوينه وطيب على خاطرها. نشعلها لتحت حتى طيب من التحت عاد ونشعلها الفوق. وها هي ما شاء الله كما شفتوا جات ولا اروع، هشيشه. شفتوا ما شاء الله هشيشه غزاله. وهنايا عاود غادي ندير لها واحد التزيين. غادي ناخذ هنايا خديت هنا 400 ملي ديال الحليب، 400، وكاس
200 ملي ديال القشده الطريه، اي 600 ملي، 400 ديال الحليب و200 ديال القشده الطريه. ونزيد عليها هنايا البودينغ ديال الفاني، او تقدروا تزيدوا 3 ديال المعالق كبار ديال المايزينا، او 3 ديال المعالق كبار ديال داك ديال كيقولوا له كريم باتيسير. كل واحد عنده الاختيار التام. ونزيدوا السكر طبعا. من بعد نديروه فوق النار مع التحريك المستمر، ونزيدوا عليه واحد الزا التنسيم. من بعد ما دارت كما شفتوا عقدت يعني. ونزيدوا هنايا، انا هنايا غادي نزيد 50 غرام ديال الشوكولات. هذه فيها هذا طابلات فيها 100 غرام، غادي ندير 50 غرام ديال الشوكولات. ونخليها حتى تذوب عاد ونحركها. طبعا المول راني خديته غسلته ونشفته مزيان مزيان، وغادي ندهنو بالزيت. ندهنو بالزيت باش ما تلصقليش هذيك الكريمه. من بعد جبت هنايا الورد، غادي ندير واحد التزيين به، وطبعا يجي في الاكل ديالو زوين ما شاء الله، يطلق واحد النسمه غزاله، خصوصا هكا مع الكريمه. يا سلام، بحال اللي راكو درتو شويه ديال ماء الزهر ولا شويه ديال الماء ورد، يعني كيجي رائع، تخافوش منه. ومن بعد نكب الكميه كامله ديال الكريمه في قاع المول. من بعد ما حركت يعني ديك الشوكولات ذابت، ونجيبوا الكيكه. هنايا الكيكه كنت حطيتها بلا ما ندير لها الكاغط، بحال اللي شويه دارت لي لصقت لي مع هذاك مع البلاطو. وندخلوها مزيان كما راكم تشوفوا حتى يخرج لنا داك الكريمه، تخرج لنا منا ومنا، عاد نتاكدوا انها يعني دارت شبرت في بعضها بعض صافي. ونغطيوها هنايا وندخلوها للثلاجه. من الاحسن انها تبقى يعني واحد مده طويله، على حساب حتى 4 ديال السوايع. وكما شفتوا دائما نتقبوها باش نخرجوا من هذاك الهواء باش تنفس، باش كي نقلبوها تساعدنا اننا في الساعه نحيدوها من المول. هذه فكره خصكم ديروها في الراس دائما. وها هي ما شاء الله جات ولا اروع، يعني تقلبت بسهوله. وهنايا يبقى التزيين اختياري، درت واحد الماكارون في الوسط، ومن بعد درت شويه ديال صوص كراميل كان عندي، داك اللي خدمت معاكم راه عندي في القناه، طبعا القناه الاولى وهذه القناه الثانيه. طبعا نتمنى ان شاء الله توزعوا معاكم هذه القناه باش يعني تلقى حظها حتى هي. ان شاء الله غادي نبقى نحط فيها، وإلا كان المشكل يعني صافي يعني ما بقاش داك المشكل تاع القناه الاولى، غادي وحده نبقى نحط فيها الحلو، وحده نبقى نحط فيها المالح، هكذا نفرق بين الحلو والمالح. وها هي الكيكه نتاعنا ما شاء الله جات ولا اروع. يا سلام، بهري بها وليداتك، بهري بها ضيافك، يعني سهله. واللي عنده هذا المول يعني خدموا، حتى واخا ما عندكش هذا المول تقدري ديريها في اي مول، المهم يكون داك المول ما فيش دوك هذوك الثغرات اللي يكونوا يعني صعاب انك تقلبيها وصافي. ومن بعد غادي نقطعوها وتشوفوها من الداخل كيفاش جات، ويعني وهذاك ديالها كي جا لداخل، يعني واحد المزيج بين الكيكه والكريمه. يا سلام، جات رائعه، شفتوا ما شاء الله.
نتمنى ان شاء الله تجربوها. والرائحة ديال داك الورد من تكونوا تاكلوا يا سلام، واحد النسمة غزالة منغمة ما شاء الله. طبعا نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا، والى اللقاء في فيديو اخر بحول الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. وطبعا راني قسمتها باش تشوفوها من الداخل من كل الجوانب، والى اللقاء.